السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. النهاردة هعمل لكم وصفة سهلة، وصفة سريعة، وصفة جميلة جدا. هي طاجن البطاطس البطاطس المقلية بالصلصة. حاجة كده جامدة روعة، سهلة وسريعة، معاها تركة جديدة بتودي الطعم في حتة تانية، وفي نفس الوقت الوصفة اقتصادية 100%. هنا هنحط مع بعض معلقتين من زيت الزيتون. مبدئيا هنعمل السوجو او الصلصة بتاعة البطاطس. معلقة كبيرة من الثوم المفروم ومعلقتين من زيت الزيتون. انا مش عايزاها تتشوح او تاخد لون ولا اي حاجة، مجرد بس ما اشملها ريحة. هبدأ على طول في الخطوات اللي بعد كده. هنا كنت بوريكم ان انا بقلي البطاطس في الاير فراير. تقدري تقلي البطاطس عادي خالص في الزيت زي المعتاد، مفيش مشكلة. وحطيت معاهم قرنين فلفل سبايسي عشان يدي كده طعم وطعم حلو مع طاجن البطاطس بتاعنا. نزلت بفلفل الوان، معايا هنا فلفل اصفر وفلفل احمر. تقدري تحطي كمان فلفل سبايسي، انا حطيت كمان فلفل سبايسي اخضر. فبقى معانا كده شوية الوانات حلوة. نشوح الكلام الجامد ده بتاعنا مع بعضه. ودلوقتي هنزل بصلصة الطماطم، وده هنا بيوريه طماطم. بيبقى صلصة زي معجون طماطم كده، بيبقى ساعات فيها طماطم قطع كده صغننة على حسب النوع اللي انتي بتستخدميه. فانا كنت حابة يعني اجيب النوع ده، هو بيبقى زي بيوريه تقيل شوية. نزلت بيها مع الفلفل الالوان بتاعي. تقدري في الوقت ده ما تعمليش ما تحطيش بيوريه الطماطم دي، وتقدري تجيبي طماطمتين كبار وتبشريهم، هيديكي نفس الافكتو بتاع صلصة البيوريه بتاع الطماطم. ونزلت بمعلقتين من صلصة الطماطم الازاز اللي انا بستخدمها المعتادة، وشوية فلفل اسود. مش هحط بهارات كتير في الوصفة بتاعتنا النهاردة. احنا هنحط بس حبة فلفل اسود ورشة ملح، والمكون الجامد بتاعنا بقى اللي هو ايه، اللي هو البازيليكو او الريحان. هنحط 3 معالق او معلقتين كبار من البيستو. البيستو ده بيبقى متوفر هنا وموجود في برطمانات، بيبقى ريحان زي ما انتي شايفة كده مركز، بيبقى عليه مكسرات وجبنة بارميجانو واوليو دي اوليفا زيت زيتون. المهم يعني لو انتي في مصر مثلا ومش متوفر البيستو، هتعملي ايه؟ هتجيبي الريحان وتفرميه مع جبنه بارميجانو او جبنه تركي او جبنه تشيدر، زي ما انتي عايزه. 100 جرام مثلا او 150 جرام من الجبنه المبشوره، مع بازيليكو كده حبه محترمين، ومعلقتين 3 زيت زيتون تضربيهم بيهم، وحبه مكسرات. مش عايزه تحطي مكسرات ما تحطيش، وتفرميهم كده مع بعض، وتستخدمي منهم 3 معالق كبار من معجون اللي انت عملتيه ده. بيعمل طعم جامد جدا في طاجن البطاطس. جربي طاجن البطاطس بالبازيليكو، الصلصة مع البازيليكو مع البطاطس، حاجة جامدة جامدة جامدة. انا نزلت بقى بالسوجو بعد ما اتسبك معايا كويس قوي زي ما انت شايفة، وريحة بقى ريحة البازيليكو. انا ما حطيتش توابل خالص، اكيد اكون ما حطيتش توابل غير هو الفلفل الاسود والبازيليكو بس، والفلفل الالوان بتاعي الحلو ده. وحطيت 3 قرون الفلفل الحلوين اللي انا طلعتهم من الاير فراير على الوش، وهدخلها بقى الفرن تاخد تشميعة وتحميرة حلوة معانا في الفرن. زي ما انت شايفة الشكل النهائي، بجد حاجة تفتح النفس، روعة، طعم وقوام وريحة، حاجة جامدة جامدة جامدة. وتغيير عن المألوف، وحاجة اقتصادية للناس اللي بتحب الوصفات يعني تكون برضو سهلة واقتصادية وفي متناول الجميع. دي وصفة سهلة وسريعة وتغيير عن المألوف، وحاجة كده جامدة. لو عجبك الفيديو متنسينيش من دعوة حلوة من القلب، ولايك وشير وسبسكرايب للقناة. وننساش نذكر الله ونصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، صلاة كما تحب وترضى، وملء ما تحب وترضى. وبون ابيتي.